خبر هام لكل الموظفين: قرار من الوزارة لكل موظف صرف مكافأة مالية مقابل الإجازات الرسمية دون قضايا. الناس طايرة من الفرح، ومكافأة مالية مقابل الإجازات. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر مع بعض. البداية مصدر الخبر نيوز مصر. نصلي على الحبيب المصطفى. اللي مش مشترك في القناة ينورني ويشترك في القناة يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. طبعا بيعتبر رصيد الإجازات الاعتيادية من الأمور المهمة جدا اللي بتشغل بال جميع الموظفين اللي شغالين في الحكومة. ليه بقى؟ لأن الموظفين بيحق ليهم تعويض مالي في المستقبل عن جميع الإجازات الغير مستغلة اللي ما أخدوهاش خلال فترة خدمتهم وبعد انتقالاتهم لمرحلة التقاعد. طبعا الدعم المالي ده هيشكل فارق كبير في العديد من التفاصيل الهامة حول المقابل المادي للإجازات اللي احنا نتعرف عليها خلال الفيديو. بيحق للموظف ان هو ياخد مقابل مادي عن كافة اجازاته اللي ما استفادش منها خلال فترة عمله وفقا للأنظمة المعمول بها قبل سريان قانون العمل الجديد. ايه ده؟ يعني هو الموضوع اتغير؟ هنشوف دلوقتي. اي انه سوف يتم احتساب مكافأة الاجازات بناء على الاجر الاساسي الخاص بالموظف، بالاضافة للعلاوات اللي يستفيد منها حتى تاريخ تفعيل هذا القانون الجديد. وهذا ما نصت عليه المادة رقم 71 من قانون العمل اللي احنا كلنا عارفينها. ايه هي المادة دي؟ اختصرها لنا. بتفيد بانه يحق للموظف ان يأخذ اكرامية عند انقضاء خدمته، وبتتمثل في مقابل مادي لرصيد اجازته الاعتيادية اللي ما استغلهاش قبل نهاية خدمته. طيب تعالوا نشوف اجازات الموظف بقى في القانون الجديد. طيب يحق للموظف ان يأخذ اجازة لمدة 30 يوم خلال فترة عمله، وهذا لمرة واحدة فقط لأداء فريضة الحج. بيحق لكل موظفة أن تأخذ إجازة لمدة 4 شهور، وهي إجازة وضع، ولها الحق في الحصول على هذه الإجازة حتى 3 مرات فقط أثناء خدمتها في الحكومة، على أن تبدأ الإجازة من اليوم الثاني للوضع. أول ما تولد تاني يوم على طول. بيحق للموظف الذي يدرس في إحدى الكليات أو المعاهد إن هو ياخد إجازة مدفوعة الأجر أثناء فترة امتحاناته. يعني كده الموظف اللي هيغيب من شغله هياخد مكافأة بعد التقاعد في الإجازات اللي هو كان المفروض ياخدها وما خدهاش. تمام كده؟ طيب وكمان الأجازات اللي مسموح بيها في القانون الجديد للموظفين. كده عرفنا الاتنين. بالتوفيق للجميع. اي جديد هتعرفوه على قناتكم باذن الله. متنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.